السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو وصفة جديدة مع دوسلس هند. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أواشركم مباركة. الوصفة اليوم كما كيبان في الصورة هي محنشة وبسيطة اقتصادية بمذاق جديد، محنشة ميكست بمكونات بسيطة. غادي نحضروها بصدر الدجاج وكذلك بكمية قليلة من القمرون بمذاق السمك. حضرناها بورق الفيلو اللي كيعطيها قرمشه، وباضافه ديال الكنافه اللي زيناها بها اللي زدت قرمشه على القرمشه ديال ورق الفيلو. جات لذيذه بزاف بلا ما نقول لكم. فبلا ما نطول عليكم ونخليكم مع المقادير ومع طريقه التحضير، ودائما فرجه ممتعه. على بركه الله، بسم الله. غادي نبداو. اول حاجه للوصفه ديالنا غادي نحتاجو كميه من الدجاج او من صدر الدجاج. أنا عندي 750 غرام من صدر الدجاج اللي قطعته مكعبات صغيرة. طبعا الدجاج ديالنا بعد ما كنقيوه، أنا دائما الدجاج سواء كان في هابرة أو لا دجاج كامل كنغسلو بالليمون والسكينجبير والملاح، كنرقدو كنغسلو مزيان وكنسقطرو وعاد كنستعملو. كذلك غادي نستعملو ولا غادي نحتاجو كمية من المعدنوس اللي عندي مقطع صغير، راس ديال الثومه تقريبا كامل، الليمه اللي قطعناها صغيره، الفلفل الاحمر حلو، الابزار، الهريسه، الملح او مكعب المذاق ديال السمك. كذلك عندنا زيت زيتون والصوجه. كما كتشوفوا قطع الدجاج 750 غرام، 250 غرام من القمرون المنقي، وعندنا فطر الطبيعي اللي قطعناه بديك الطريقه. هنا غادي نخلطوا الحنوط ديالنا ولا القامه ديالنا ولا العطريه ديالنا. انا ضفت واحد المكعب ديال السمك اختياري، عوضوه بالملح، ودائما ردوا البال مع الملح حيت غادي نضيفوا صلصه السوجه وعندنا النيمه مالحه. هنا ممكن اللي كيبغي يضيف العطريه ولا الحنوط ديال اللي كيكونوا حاضرين ديال الباستيلا ديال السمك، انا ما ضفتهمش. صلصات كثيره ممكن تضيفوا صلصه ديال المحار، ممكن تضيفوا ترياكي. انا فقط اكتفيت بصلصه ديال الصوجه. هنا ضفت زيت زيتون بعد ما خلطت المكونات كامله. من الاحسن طيبوا بزيت زيتون ماشي بزيت ديال المائده ولا زيت البيضاء اللي كنقولوا، كيعطي واحد المذاق مزيون. هنايا كناخذوا يعني كميه على حسب الكميه ديال الدجاج او السمك اللي عندنا، وغادي نضيفوا له القامه. هنا قبل ما ننسى ضفت كذلك ورقات ديال الرند، كيعطي واحد اللذه من الباستيلا ديالنا. كنقطعهم باش كيعطيو المذاق ديالهم، ومن بعد غادي نحيدهم من بعض الطياب. هنا ضفت رقامه من كل حاجه، من الدجاج من القمرون ومن الفطر. كذلك كنخلطهم مزيان في مقلاة. كنوضع كميه قليله من زيت الزيتون. حنا ديجا زدنا زيت زيتون في الرقامه ديالنا ولا في الشرموله ديالنا. كنوضعهم في مقلاة مع كميه من زيت الزيتون وكنبدا نشحرهم. كنشحر الدجاج، شحرت القمرون وكذلك الفطر بنفس الطريقه. القمرون ما كنشحروش بزاف، يعني ممكن تبقى ديك القامه باينه. هاد الكميه القليله ديال القامه اللي تبقات عندي احتفظت بها الشعريه الصينيه اولا الفرميسيل. بغيت حتى هي تكون عندي منسمه بنفس الشرموله باش كتجي حتى هي لذيذه وما كتجيش اللي كنقولوا ناشفه وبلا مذاق. فبهاد الطريقه هذه كما كتشوفوا كنشحر الدجاجيه حتى كنطيبو يعني كيطيب. والقمرون كما سبق لي وقلت غير شويه، وكنخلي ديك القامه ديالو، هذيك شويه ديال القامه اللي كتبقى لي في المقله حتى هي كنضيفها على الشعريه الصينيه. هنايا باش غادي نبلل ولا غادي نرطب الشعريه الصينيه، كان عندي راس ديال سمك السلمون كيعطي واحد المذاق مزيون. ممكن قشور ديال الجمبه ولا القمرون اللي شريته، بعد ما كتقشروهم كتحتفظوا بالقشور، كتغليوهم مع الملح اولا مكعب ديال السمك وورقات ديال الرند. وضعت هذيك الكميه، انا وضعت 150 غرام، ما كنعملش شي كميه كبيره ديال الشعريه الصينيه. خليتها حتى كتشرب، عملتها في مقيله، ضفت هذيك القامه اللي تبقات عندي مع ديك الشرموله اللي بقات من الجمبه ولا القمرون، شحرتها وهي موجوده عندي. هنايا عندي الكنافه، يعني انا غير ديك الدهاقه الكنافه اللي بقات ممكن تقطعوها يعني رقيقه بزاف. ضفت لها ملعقتين من الزبده المذابه باش كتعطيها قرمشه. هنا كما كتشوفوا كلشي كان عندي واجد، فخلطته يعني الشعريه على الجمبه او القمرون الدجاج وكذلك الفطر،
اي حاجه بغيتو تضيفوها كيبقى الاختيار ديالكم. انا كما سبق لي قلت هذه اقتصاديه كتجي غير بالدجاج. الطبق اللي غادي نحضر فيه هو هذا، دهنته بالزبده على شكل دائري باش نحضر محنشه. كنحتاج زبده مذابه مع كميه من الزيت باش كندهن ورقه الفيلو. كذلك عندي العلبه ديال الفيلو، انا استعملت يعني جوج، كل وحده فيها ما بين 8 و 10 ديال الورقات، وبيضه ولا صفر بيضه باش نلصقوا. ممكن تستعملوا حتى الدقيق مع الماء ماشي مشكل. فكما كتشوفوا جوج وريقات، كندهن الاولانيه وكندهن الثانيه. كنوضع كميه من الحشو. هنايا اختياري اي نوع ديال الاجبان كتفضلوا. انا هذه ممكن ما تستعملوش الاجبان، انا فقط كنعطيكم اقتراحات. هذه غادي نطويها فقط بلا اجبان. غادي نطويها بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الورقه كامله باش كتغلف لي مزيان المحنشه وما كتقطعش والحشوه ما كتخرجش في الطياب. صافي غادي نشكلها على شكل حلزوني. هنا دهنت القنيتات بالبيض باش كتلتصق. كنشكلها بهذا الشكل هذا وغادي نمر باش نحضر الثانيه. اذا كان كميسه طويله ولا سطح العمل يعني كبير فممكن تحضروهم ديونه وتشركوهم وتطويهم مره واحده بلا ما تشركوا يعني مع الطي. انا عندي سطح العمل يعني مكان بسيط، فكل ورقه كنطويها كنشركها مع اخرى دائما وكنحصل على محنشه. بهذه الطريقه هذه غادي نحضر معكم الرولو الثاني. فكندهن ورقات، كناخذ جوج وكندهنو بهذه الطريقه هذه البسيطه. غادي نضع الحشوه ديالي كذلك، وهنا غادي نضيف كميه من الجبن كما سبق لي وقلت. ممكن تضيفوا الاجبان الاربعه كتفخوماج، ولا ممكن تضيفوا فقط الموتزاريلا. وغادي تنيو ولا غادي تطويو بنفس الطريقه. غادي تحضروا هذا الرولو ديالكم بنفس الطريقه البسيطه. وحنا كنطويو وحنا كندهنو بالخليط ديال الزيت والزبده باش الورقه ديالنا كتجي مقرمشه وكتجي مزيونه في الطياب. دابا غادي نشرك بنفس الطريقه ديك السبيرال ولا ديك الحلزون، القطعه الحلزونيه اللي بديت بها ديال الوسط غادي نضيف لها هذه. وانا ماشي كنخرج، دائما كنبداو بالوسط وحنا كنخرجوا. شركتها بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. انا استسمح كانت التصوير ما كيبانش. انا غادي نوضع الطبق في الوسط باش يبان. ملي كنكون كنخدموا يعني احيانا ما كنقدرش يبان شي ديتاي، ففقط كنشركوهم. كنخليو دائما ما كنعمروش الورقه كامله، كنخليو شويه الورقه كما كتبان. شوفوا هنايا كنخلي ديك الورقه الفراغ باش كنوضع فيها الثانيه. وانا ماشي كنشكل حتى كنكمل الطبق ديالي ولا كنكمل الحشو ديالي وكنحصلوا على هذا الشكل هذا ديال المحنشه. هنا غادي نمر باش غادي ندهنها. طبعا بعد ما دهنتها بالزبده والزيت باش كتجي مقرمشه غادي ندهنها ببيض. انا عندي كانت بيضه كامله خلطتها ولا طربتها، كندهن بها الوجه د المحنشه. وغادي نوضع ديك الكميه ديال الكنافه اللي عندي مقطعه صغيره صغيره، وضفت لها كميه من الزبده والزيت اللي كنقولوا عليه باش حتى هي كتحمر في الفران وكتجيب مذاق مزيون. زينت بهذه الطريقه البسيطه اللي غادي تبان معكم الوجه ديال المحنشه. الفران عندي مسخن على 200 درجه من الاسفل ومن الاعلى. كندخل المحنشه ديالي كنطفي الاعلى. انا خصني المحنشه طيب على خطره. دائما الباستيلا ولا المحنشه كيعجبني نخليها طيب على خاطر فقط من الاسفل. كنوضعها في الوسط في الرف ديال الوسط وكنخليها طيب على خاطر حتى كطيب مزيان باش كتجينا مقرمشه. قبل ما كندخلها في الفران كنرشها باليدام الوجه ديالها باش كتجي محمره ومقرمشه كذلك وكطيب الطياب الكافي. ما كنشلطوهاش من الفوق اللي كنقولوا حنا كنشلطوا بالفوقي والسفلي، وبالتالي كتحمر في وقتها ومن بعد كترطب. حنا خصنا تبقى مقرمشه الوقت الماكسيموم بوسيبل ديال الوقت. فخليتها طابت، شعلتها من الاعلى واحد الوقيته باش تحمرت ديك الكنافه ولا الوجه ديال المحنشه ولا الوجه ديال الباستيلا كيتحمر. وكنخرجوها كنخليوها دبرت شي شويه. التزيين كيبقى اختياري. اذا عندكم القمرون بالقشور زينوا به. كنعملوا طبعا شويه ديال الثومه على شويه ديال الابزار، كميه من المعدنوس فريش اولا طري كتوضعوها من فوقي كتزينوا به. ممكن تزينوا بوزروق اللي كنقولوا اولا المخيون
هذاك الكحل كتخليوه كيتفتح، كنعملوا له شويه اللقمه حتى هو. ممكن تزينوا فقط وتكتفيو بالطوماط سوريز اولا الطماطم الكرزيه مع البيبينو اولا البيبينيو، الكورنيشون هذاك مرقد ولا المخلل. زينت كذلك بشرائح الليمون، ممكن تزينوا هذيك شريحه الليمون بشقائق النعمان كتعطيها واحد المنظر مزيون. تزيين كما سبق لي وقلت، كما كنقول دائما كيبقى اختياري، كل واحد اللي توفر عنده وكل واحد والذوق ديالو. كنقدموا المحنشه ديالنا بهذه الطريقه هذه البسيطه، كتجي غزاله لذيذه ومزيونه بزاف، وواحد القرمشه توب. نتمنى تعجبكم الوصفه ديالنا ديال اليوم وتجربوها بنفس الطريقه، انا اكيد انها غتعجبكم. الناس اللي كيزوروا القناه لاول مره كنقول مرحبا بهم، مرحبا ومرحبتين. نتمنى يعجبكم المحتوى اللي كنتقسموا. جربوا الوصفات، اشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم من جديد. والمشتركين الكرام الافاضل يقول لهم دائما شكر موصول على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم، على تعليقاتكم الراقيه اللي لا يخطيكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى فيديو قادم باذن الله.